السلام عليكم متابعين عماد جاد الكرام. النهارده بنبدا معاكم سلسله حلقات على قناتنا على اليوتيوب وعلى كل البلاتفورمز، ازاي تاسس انشطه تجاريه ناجحه 100%. طبعا ظهر علينا على الساحه الايام اللي فاتت ناس كتير جدا بتطلع تقول لك تعمل 1 2 3 4 وازاي ما انتش معاك مليون جنيه و100 مليون جنيه و50 مليون جنيه والارقام الخياليه اللي بتحصل دي كلها. بس اللي بيحصل معانا ان انت بينك وبين نفسك انت شايف الشخص ده طول الوقت طالع في برامج وطالع في فيديوهات، لكن ما عندهوش نشاط خاص بيه يخلي فيه مصداقيه، او انت من جواك بتاخد الدافع ان انت شفت تجربه عمليه عن الحاجه اللي انت بتسمعها منه. فبالتالي كنت بلاقي دايما لغط عند اغلب الناس او عدم تصديق باللي بيسمعه بسبب حاجات معينه. اولها واهم اسبابها ان الشخص اللي بيتكلم احنا دايما شايفينه حد مش صاحب بيزنس، ولو كان في ناس كتير من الناس اللي بتتكلم في الحاجات دي عندها بيزنس قائم ولكن مش واصل للليفل اللي هو بيتكلم فيه فعليا. فبالتالي ولا اول مره في مصر هديك كل المعلومات الكامله المتكامله عن كل حاجه تخص مجالي انا، مجال السيارات ومجال قطع الغيار والاطارات، بكل مصداقيه. لو عايز تفتح اي مشروع يخص الحاجه دي انا معاك وفي ظهرك لغايه اخر لحظه. واي مشروع تجاري هقول لك بما يرضي الله انت محتاج ايه بالظبط وايه اللي يتماشى مع دماغك، وبالتالي انت هتستفيد في كل ثانيه هتقضيها معانا. لا هنعمل دخله على القناه وانت داخل تسمع هتضيع نص وقتك في حاجه ملهاش فايده. انا بالنسبه لي حريص جدا وانت بتتفرج عليا كل دقيقه هتتفرج فيها هتاخد فيها معلومه هتغير حاجه في حياتك. بس تفهم ان انا مش هقول لك اي كلام، الكلام اللي انا هقوله لك او اي معلومه هقولها لك هكون مريت بيها او درستها دراسه كامله بكل جوانبها. زي ما قلت لك المشكله الكبيره اللي بتقابل اغلب الناس ان هو دايما لما بيجي يسمع حاجات عايز يتعلم فيها ازاي يعمل مشروع ناجح او ازاي يعمل تجاره ناجحه او ازاي يستثمر في اي حاجه، بيلاقي ناس هو شايف ان الناس دي طب ما انت ليه ما طبقتش اللي انت بتقوله ده على نفسك. حد بيتكلم مثلا عن الدروب شيبنج، حد بيتكلم عن اي شيء في تجاره بتوصل لارقام خياليه، فانت بينك وبين نفسك لما بتيجي تحسب يقول لك ازاي تعمل مليون دولار في سنه. طب ما هو اللي بيكلمك انت بينك وبين نفسك بتقول لو انت بتعرف تعمل ملايين الدولارات دي انت مش هتلاقي وقت تطلع لي في دقيقه او في دقيقتين او في ساعه عشان تشرح لي، او طول الوقت انت مفرغ حياتك بس انت بتطلع بمحتوى تقول للناس تعمل مشاريع ازاي. فبالتالي انا واحد من الناس، احنا عندنا الحمد لله يعني نشاط قائم، محلات عماد جاد للاطارات. طبعا انا بسوق لنفسي فقط، ما بسوقش لاي حد الا يعني حد من حبايبي او كده خاص بالمجال، وما باخدش اي مقابل الحاجه دي، لان انا ليا هدف معين او استراتيجيه معينه شغال بيها. انا مش هدفي التربح من ورا ان انا اعلن لحد، انا لو لقيت حد كويس بعلن له بدون اي مقابل. بخلي الناس اللي هي مش منتشره في السوق او الناس اللي موجوده على الساحه ومحتاجه تظهر بشكل اقوى ولكن عنده امكانيات كبيره جدا وانا واثق فيه بساعد بدون مقابل. طيب نكمل كلامنا عن جزئيات المشاريع الناجحه وعن ايه الحاجات اللي ممكن تعطلك انت كانسان شغال في اي تجاره، شغال في اي وظيفه ثابته وعندك وقت تقدر تعمل اي مشروع ان كان يدخل معاك دخل اضافي بكل سهوله وبكل ثقه في نفسك. هتبدا النشاط ده باقل التكاليف فعليا من على ارض الواقع. انا بكلمك عن حاجات، انا لو حكيت لك قصه الصعود من تحت الصفر بشويه اكيد مفيش بني ادم، انا لو حكيت القصه دي في يوم من الايام حلقه كده طويله حد عايز يتفرج عليها ان شاء الله تنزل قريب، ازاي احنا طلعنا من تحت الصفر بصفار وبقينا ازاي خطه مدروسه كويس جدا وبطريقه ممنهجه، في نفس الوقت عندنا مساحه ان احنا نعمل حاجات تانية. في كل ده ازاي هتعرفوا معايا انا، بس انتظروا ان شاء الله الحلقه ديت هنجهزها ان شاء الله وننزلها في يوم هنختاركم قبلها. قصه ان انت تبدا مشروعك من تحت الصفر وازاي تاخد حاجه وتدرسها وتكمل فيها وتشتغل عليها كويس جدا وتكون في التوب 10 في مصر كلها فيها بخطوات سهله جدا معانا. انتظرونا ان شاء الله. الحلقه دي بس حاجه تقديميه كده عن الحاجه اللي هتدور او الحاجات اللي هنتكلم فيها خلال القناه. نشاطنا الرئيسي عربيات، موديلاتها، قطع غيار، تاثير كل حاجه من اجزاء ومكونات العربيه. هيطلع معانا ناس متخصصين في مجال وعلوم العربيات، كل واحد بمجاله وكل واحد بتخصصه. طبعا الناس اللي انا هطلعها تتكلم معاك دي افكار هتجيلك. انت هتشوفني وانا بتكلم مره مع حد بمغسله كار كير، شوف ايه المغسله مكوناتها. هتكلم عن المشروع بشقين، شق تجاري لو حد عايز يفتح المشروع انا لما هقدم لك ريفيو لو عملته مثلا عند حد بتاع قطع غيار هخليه يعرض لك الشقين اسعاره، وانت لو عايز تفتح النشاط ده هيكلفك ايه وهيكسبك ايه وايه المخاطر بتاعته وايه هي المميزات بتاعته. كل الحاجات دي هعمل لك ميكس ما بين الاثنين، هتستفيد معلومات وتستفيد تجاريا ان انت تعرف التجاره دي بتدور ازاي. ان شاء الله الحلقه الاولى هنبتدي فيها هقول لك ازاي تاسس محل اطارات ناجح وان شاء الله يكون ليه دخل. انا طبعا مش هحب ان انا اقول ارقام تكسب قد كده في الشهر وتكسب قد كده في الشهر، بس ان شاء الله الحاجات اللي انا هقولها لك لو عملتها بالتفصيل ان شاء الله بامر الله تكون خلال سنه او سنتين وصلت لمستوى كويس جدا جدا جدا. انتظرونا ان شاء الله، واللي هيمشي في الخطوات زي ما بقولها بدون تقصير في جزئيه معينه ان شاء الله بامر الله يكون واثق من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيرضيه في الجزئيه دي. السلام عليكم.